السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة جلاش بالكبد والقوانص. تمام. الجلاش الجلاش سوري. الجلاش بيتعمل ده جلاش طازة من المصنع. تمام كده، من المصنع. بتجيبي كيلو، احسن بيبقى فيه بركة من لفة الجلاش ام 15 ولا ام 25. ده نص نص. تمام. ندخل في وصفتنا معلقة سمنة او معلقتين وشوية زيت. هتنزل بالكبد والقوانص. البهارات طبعا اللي هي الثابتة، ما عندكيش ملح وفلفل وخلاص على كده زي امهاتنا بتاعت زمان. تمام كده. الكبد والقوانص القلوب بتتفتح. تمام. بتشيلي منها الدم اللي بيبقى جوه وبتغسليهم كويس. تمام. وتحطيهم وتنزلي بيهم ياخدوا صدمة وتشويحة. تنزلي بالفلفل الاسود وتنزلي بالملح. وتنزلي بقى لو عندك 7 بهارات حطي، عندك توم بودرة بصل بودرة حطي، عندك كزبرة، شوية كزبرة ناشفة حطيهم حلوين صغيرين. ماشي. بتسيبيهم على النار. بعد كده لو حابة تنزلي ببصلاية صغيرة وحتة توم برضو حلو. تمام. عايزة تخليها سادة برضو اوكي. بعد كده بعد ده كله بتخليهم على النار ياخدوا التشويحة الممتازة. طبعا انت ست بيت شاطرة، وربنا يعني يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب العالمين، ويعيننا على قضيان بيتنا وحنا يا رب العالمين. وكل موظفة ربنا يعينك ويثبتك يا رب ويديك الصحة. تمام كده. زي ما انتوا شايفين كده على النار. بعد ما حطيناهم على النار تعالى بقى ندخل في ايه؟ في الجلاش. احنا هنحط سمن بين كل طبقة وطبقة سمن، او بين كل 3 طبقات سمن. تمام كده. دي صينية الفرن جاي مع الفرن الكهربائي. تمام كده. بحط فيها حلوة خالص. تمام. بتحط كل رق ورق سمنة، كل رق ورق سمنة، كل رق ورق سمنة. وبعد كده في النص بتحط الحشوة. انا كنت زمان بعملها كده، بس دلوقتي بحط عليها جبنة شيدر في النص اللي هي سايحة بتمط، يا اما جبنة موزاريلا او تشكيلة الجبن. يعني بينزل بعد ساعات عروض كذا عرض كده مع بعض ب100 جنيه كده. هو بيبقى طعمه حلو جميل جدا. تمام. بعمله مع البيض. هبنزلكم الوصفة دي كمان بتنفع في الفطار. تمام. بتحطي بقى الكبد والقوانص في النص. انا في بيت بابا كنا بنعملوها باللحمة المفرومة. عند ماما يعني حماتي ماشي كنا بيحبوها بالكبد والقوانص. الصراحة طعمها حلو مش وحش خالص، طعمها جميل. حماتي كانت كل حاجة بتعملها جميلة. الله يرحمها ويحسن إليها ويرحم أمي وعمي برضو. الله يرحم ويحسن إليه. يدولهم بالرحمة جميعا. ويدعوا للبنات اللي توفوا في الحادثة. ربنا يا رب يجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا يجعلهم حفرة من حفر النار. ربنا يستبدلهم أهلا خيرا من أهلهم يا رب العالمين، ويصبر قلوب أمهاتهم. إن فعلا ابتلاء صعب جدا جدا. وكمان في حاجة، لو حصلت حاجة لأولادك ما تزعليش، ده بيبقى ابتلاء وغفر الذنوب ليكي ولباباهم يا رب العالمين. بعد ما بتخلصي خالص بقى بتقطعيها قبل ما تدخل الفرن. بتحطي كوباية لبن على كوباية على 2 بيضة. وبتحطي فلفل اسود عشان الزفارة. وبتحطي الملح. تمام. بعد ما بتسقيها على طول بتحطيها في الفرن. انا بسقي كله، ما بحطهاش في الفرن الاول بعد كده بسقيها. تمام كده. تمام. وبتحطيها الفرن وربنا يحسن ما بين ايديكي شوية جلاش زي العسل. تمام كده. بصوا قمر. بصوا زي العسل وطري وحلو وجميل. بصوا بسم الله ما شاء الله، حتى الحشو فيها كتير. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم جميعا يا رب. ما تنسوناش بقى في القلب الحلو اللي انتوا بتحطوه واللايك. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.